مين ده؟ تقول لي مين؟ اخو البنت ان الشهداء دافعوا عنها وروحوها لغايه البيت، كان جزاؤهم الموت. طب ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل يعني؟ كانت مروحه والجماعه دول اتنازلوا عليها واستغاثت بالناس ديت، الناس ديت روحوها لغايه البيت، وبعد كده سمعنا بقى ان هم جم اتهجموا عليهم بسلاح وكده وانتم مازوا يعني. هي عندها كام سنه؟ بس عائله من شارع الجيش وبنت حنان لما استخلصوا برضه عملوا وبرضه الشارع وقف لهم يعني برضه قبل منها ب4 ايام. وبعدين يا جدعان ده مش بالليل يعني، الوقت ما كانش متاخر، الوقت ما كانش متاخر، الساعه 9. طب انت بتتهم مين اللي عمل فيها كده يعني؟ بتتهم مين؟ اللي هو عمرو محسوب. لا انا عايزه هو يقول. هو يتكلم. جبريل هو يتكلم. والشيخ محسوب. ابو الناس اللي معاه. يعني هو مأجرين صعايدة؟ مأجرين صعايدة يعني؟ هم مأجرين ناس ببلطجية بايه؟ هم صعايدة مع بعضيهم. ايه المنطقة مليانة صعايدة. مضروب طلقة في رجليه يا جماعة. يا باشمهندس. ادي مضروب طلقة اهو في رجل. هنا خارجه من الناحيه الثانيه اهو. داخله من هنا من جبريل الصمد اهي. بعدين دول معاهم آلة يا باشمهندس. ركب لي شارعهم مسمار من الناحيه الثانيه. هم حاليا في البيت. يا باشمهندس هم معاهم آلة ميري. ومعاه آلة مسموح له بآلة. واحد ده كان ممسوح له بآلة، زي واحد كان مرشح نفسه كان مسموح له بآلة. ومعاه آلة ازاي؟ وازاي الشعب يسيب يا باشمهندس هو آلي معاهم آلي مسروق، آلي مسروق من اسم الزاوية. جبريل الصمت معاه. اقول لك حاجه، واحد اسمه حسني ابو علي واحمد ابو حسين. الثلاثة دول كان معاهم آلي. وقبل منها ب4 ايام كانوا بيغتصبوا عيالة من شارع الجرسي. اخو اسمه جبريل ده طلت الناس اللي في الناحيه الثانيه قال لهم العربجيه. انت مين حضرتك؟ اخو مين؟ اخو احمد. قال لهم اتصل بالجوامع هناك قال لهم العربجيه جايين يهابوكوا، خلى الناس اللي الناحيه الثانيه جت علينا هنا بيهجوا فينا. الناس قربت الحياة. جبريل ده تبع الحزب الوطني. ايوه تبع مرشح الحزب الوطني سنة 2000. تبع حزب الخرس، كان مرشح نفسه 2010 لمجلس الشعب. ايوه بس مش حزب. حزب الحرامية، مش حزب الصيع. حزب وطني هو. حزب وطني هو. من الناس المستقل وبص طلقه اهي من الطلقات اللي هي اتضربت. دي طلقة طلقه اهي من الطلقات اللي هي اتضربت. نفس الطلقة اللي مديها له. والآلي ده مسروق من اسم الزاوية ومسروق من اسم الزاوية. وقبل منها ب4 ايام كانوا بيغتصبوا عيلة من شارع الجيش. كل ده عيله ماشيه من هنا عايزين نحميها. الواد اللي هو كان عامل المشوار ده اسمه عمرو محسوب، واد اسمه حماده الصعيدي. الناس دي لغايه يعني مش قادر اقول لك. يعني امال بقى لو كان بقى عضو مجلس شعب كان بعبط قنبله او كان داس علينا الدبابات. وسيادتك جه النهارده وموجودين هنا في البيت دول ضربوا نار برضه. من 4 ايام اغتصبوا واحده في شارع الجيش وسابوهم وما اتكلموهاش، كانوا بيتحرشوا بيها. عيله من عندنا من جرس. والمره اللي فاتت ده اللي هم برضه جبريل عمرو ومحسوب. محسوب وحماده. طب هي الناس دي فين بقى دلوقتي؟ بيحضروا نفسهم في الشرابيه وجايين يضربوا فينا تاني. يعني هم من الشرابية ولا من هم الزاوية؟ عليهم من الشرابيه. وموجودين دلوقتي في شارع التعاون محضرين نفسهم ب4 عيال بعد ناس منهم وفي سلاح معاهم وقلنا قلت اللي بتاع الجيش. انا ازاي رحت اللي بتاع الجيش. طب انتوا بتستغيثوا بمين دلوقتي يا جماعة؟ احنا بنستغيث بالرئيس الاعلى للقوات المسلحه ينقذنا من اللي احنا فيه بس عشان الناس دي عايزه تيجي تهب في الناس دي كلها هتموت عاطف في باطل. يعني انتوا سمعتوا ان هم جايين يضربوا فيكم تاني؟ جايين يضربوا تاني. مستنيين الجنازة تمشي، مستنيين الجنازة تمشي ويجوا يضربوا في الناس، مستنيين الجنازة تمشي. صورناه مستنيين الجنازة تمشي. طب هم موجودين. احنا هنصور الجنازة واحنا معاكم برضه يا جماعة. وهنتصلنا احنا بالجيش، اتصلنا مفيش مباحث هتيجي. مأمور الاسم رئيس المباحث قاعدين في نقطة المية قال لنا ما نعرفش نعمل لكم حاجة. لا عربيات الجيش هنروح لها دلوقتي.